السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم ودي قناتي ايه والمطبخ. عملت معاكم قبل كده على القناة كيك القطار او قطار السعادة، اشتغلناه ببيضة واحدة وبدون ادوات، وبفضل الله لأول مرة على اليوتيوب بدون نحت. كمان عملت معاكم التورتايه القمرايه ديت واشتغلناها ألف لين ادوات، وكمان اشتغلناها ببيضة واحدة. تقدري كمان تعملي ادوات التزيين في البيت بتكلفة بسيطة جدا جدا. عملت معاكم كمان الجاتوه الاقتصادي، وكانوا 8 قطع جاتوه ببيضة واحدة زائد صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي بدون شوكولاتة، بس عايزة اقول لكم ان طعمه خطير. النهارده بقى باذن الله هعمل معاكم تورتايه بالشوكولاته، ودي بقى هديه مني لكل محبي الشوكولاته، واظن ان مفيش اتنين بيختلفوا على حب الشوكولاته، يعني دي هديه مني ليكم جميعا. كل سنه طبعا، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وسنه سعيده علينا وعليكم. طبعا هنشتغلها باذن الله بيضه واحده زي صوص الشوكولاتة الاقتصادي بدون شوكولاتة، بس عايزة اقول لكم انه طعمه خطير كمان. يعني تحسوا كده ان هو غرقان في الشوكولاتة مع ان مفهوش شوكولاتة. باذن الله الطريقة تعجبكم. تعالوا كده بقى نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. اول حاجه بقى معايا كده كوبايه وربع من الدقيق، معايا كمان ربع كوبايه من الكاكاو الغامق الغير محلى، معايا رشه بسيطه من الملح، نص معلقه بيكربوناتو، وتلات ارباع معلقه بيكنج باودر. دخلتهم طبعا كويس جدا مع بعض، هديهم بقى تقليبه كده وهسيبهم على جنب. تاني خطوه عندي بقى هشتغل في المواد السائله. اول حاجه معايا بيضايه، طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة، نص كوباية من اللبن، يعني البيضة واللبن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. معايا كمان كوباية من السكر. طب كده ضربت ايه بقى البيضة مع اللبن مع السكر، هضربهم كويس جدا. طيب دي ايه؟ دي رشة بسيطة جدا من ملح الليمون، حاجة كده ما بين صوابعي، وهبدأ اضرب لمدة دقيقتين. طبعا بضرب وبفصل بضرب وبفصل لمدة دقيقتين. طبعا لو مش حابة ملح الليمون تقدري تحطي عصير ليمونة كبيرة، يعني حاجة كده بما يعادل كده نص ليمونة. طب بعد كده هحط بقى اخر اضافة عندي ايه، تلت كوباية من الزيت. ضربت طبعا المواد السائلة كويس جدا مع بعض، وهنزل بيها على المواد الجافة. هبدأ بقى اديهم كده ايه تقليبة محترمة كده يعني. اخر اضافة عندي ربع كوباية من المية المغلية، يعني بغلي المية واحطها مباشرة على الكيك، ما بسيبش برد. طب بعد ما قلبتهم بقى كويس مع بعض، هجيب بقى كده حلة صغيرة عندي، دهنتها بالسمنة وغلفتها كويس جدا بالدقيق. حطيت الدقيق كان معلقة كبيرة ونص من الدقيق، غلفت بيها كويس جدا. طبعا تقدري برضو تعمليها في صينية صغيرة، بس انا حبيت اعملها في حلة صغيرة عندي. هبدأ انزل كده بقى بخليط الكيك عندي. طب احطها ايه بقى؟ احطها في فرن حامي في الشبكة على النص، في الشبكة اللي في النص. طبعا اول ما بدخلها طبعا بخلي درجة الحرارة على الوسط. تعالوا بقى كده عقبال ما الكيكة تستوي عندي هنحضر صوص الشوكولاتة الاقتصادي والسريع. معايا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الغامق الغير محلى، ربع كوباية من الزيت، ونص كوباية من اللبن. هبدأ طبعا اضربهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هنزل بيهم كده في كوباية. اخر اضافة عندي بقى اللي هي كيس الفانيليا. هو انا صراحة المفروض اصلا كنت احطه يعني في شفشق الخلاط، بس انا نسيته فهحطه طبعا كده وهقلب. بعد ما جهزته عندي هحطه بقى كده في التلاجة يسقع شوية عندي عشان كمان يتقل معايا. دي بقى الكيكاية هي طلعت معايا بعد قد ايه؟ بعد 45 دقيقة. بعد بقى ما هديت معايا حوالي كده 5 دقايق هبدأ اقلبها بالشكل ده. ده طبعا الدقيق، طبعا انا كنت حاطة كمية كويسة من الدقيق عشان لما اجي اقلبها تقلب معايا او تتقلب معايا بسهولة. وهي دافية بقى كده بجيب السكينة ببدأ ان انا انفض الدقيق ده من عليها، بس طبعا بنفض بالراحة، طبعا انا مسرعة الفيديو.
طبعا لما بعمل بالراحة جدا. هسيب بقى الكيكاية تبرد تماما وبعد كده ادخلها في التلاجة لمدة ساعة. اهم حاجة طبعا نغطيها. طيب ده ايه بقى؟ ده هنحضر كده الكريم شانتيه. معايا 3 معالق كبار من السكر اللي هو الحبيبات العادي، نزلت عليهم بكوباية ونص من لبن مسلق زي ما وريتكم كده، يكون فيه قطع تلج صغيرة. اول حاجة بقلب بالمضرب من غير ما اشغله، وبعد كده ببدأ اشغل المضرب عشان ادوب السكر مع اللبن. معايا ايه كمان؟ معايا كوباية ونص من الكريم شانتيه الغير محلى. ابدأ برضو كده ادوبه، يعني مبشغلش المضرب، بدوبهم الاول مع بعض من غير ما اشغل المضرب، وبعد كده ابدأ اشغل المضرب. بشغل المضرب عندي على سرعة هادية في البداية، وبعد كده ببدأ ان انا ازود السرعة. هنا طبعا حسيت ان الكريم شانتيه يعني تقيل معايا شوية، فنزلت بربع كوباية من اللبن كمان. يعني كده اللبن كوبايتين الا ربع. بعد ما طلعت كده الكيكاية من التلاجة زي ما قلت لكم، كنت سايباها ساعة عشان بس تشد معايا شوية. هبدأ بقى اشيل ايه القبة بقى اللي فوق ديت. هجيب بقى المنشار عندي، حبايبي بس اللي لسه جايبين منشار وحابين يعرفوا ازاي يستخدموه آه على اي انت عايزاها. يعني كان مخليه هنا الدرجة على 9 اللي هي اخر درجة من تحت، وبعد كده بدأت اقطع. لو عايزة طبقة الكيك تبقى ارفع من كده، بتخلي يعني بتخلي الحتة اللي تحت من المنشار على درجة 9 لحد 9. تمام. طيب دي ايه بقى؟ بجيب صينية مقلوبة عندي من القطاعة بتاعتي، وابدأ بقى احطها بالشكل ده عشان اشتغل في الكيك براحتي. طبعا بجيب طبعا اول قطعة كيك كده، طبعا احط كريم شانتيه وابدأ احشي بالشكل ده. ده ايه بقى؟ ده شوكولاتة كريسبي اللي هي الصغيرة الشوية الحلوين دول، انا جايباهم ب10 جنيه من عند محل بيبيع مستلزمات الحلويات. ممكن كمان تلاقيه دلوقتي عند عطار ساعات، يعني في دلوقتي عطارين بيبيعوا الحاجات دي. طبعا بحط طبعا الكريم شانتيه، وبحط شوية طبعا من الكريسبي. بالنسبة بس للكريم شانتيه انا حطيت 3 معالق كبار من السكر. يعني انا كنت يعني هنا مقللة كمية السكر شوية. لو حابة تكتري كمية السكر ممكن تخليهم 4 معالق لو مش هتحط الشوكولاتة اللي هي الكريسبي، بس عشان حاطة الشوكولاتة الكريسبي فقللت كمية السكر معايا. القطعة دي اللي انا بشتغل دي برضو لو عايزة تعرفي يعني تقدر تلاقيها برضو عند محل ما خلصت بقى التورتاية عندي، او حطيت اجيب صوص شوكولاتة وهنزل بيه. عايزة اقولك بجد يعني بإذن الله تجربوا التورتاية، واي حد هيدوق من تحت ايديك التورتاية بجد مش هيصدق ان انتي اللي عاملاها في البيت. يعني هيفتكروا بجد ان انتي جايباها من بره. بإذن الله تجربوها وتعجبكم. ده بقى الشكل النهائي اهو. حطيت بس شوية كده من الكريسبي على الوش، دي بس تزيين، يعني تزيين بسيط بس فرق جدا جدا بفضل الله في الشكل. شكل القطع عندي اهو. طبعا تعمليها طبعا في عيد ميلاد، في مناسبة نجاح بإذن الله. بإذن الله طريقة تجربوها وتعجبكم. ولو عجبتكم الطريقة متنسوش اشتراك في القناة واللايك، فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.